أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب تقدمت للزواج لأسر كثيرة وأرد لسبب ولغير سبب، وقد ضاقت بي الأرض، فأرجو الدعاء لي بأن يسر الله لي أمري أثابكم الله. لا تتأثر بهذا. قد تطلب الزوجة وقد تطلب الوظيفة وقد تطلب السيارة وقد تطلب الأرض والعمارة، فيصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد ترغب المرأة ووراءها البلاء ووراءها الشقاء. قد ترى المرأة كأحسن ما أنت راء من جمال، ولكن ذريتها لا خير فيها. وقد ترى المرأة فتعجبك، فيكون بلاؤها وشقاؤها عليك إن طمعت فيها وحصلت عليها. الله يصرفك عن الشر والبلاء من حيث لا تعلم، من حيث تعلم ومن حيث لا تعلم. فأحسن الظن بالله. وكان الأخيار يتفاءلون كثيرا إذا أرادوا خيرا من الدنيا فصعب عليهم، لأن غالبا عوض الله وحسن الخلف ما يأتي إلا إذا تعب الإنسان. يبحث عن وظيفة، يبحث حتى يقول تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولكن الله يوسعه. وقد يأتي الفرج من حيث تحتسب من حيث لا تحتسب. يبحث الشخص عن امرأة فيتعب ويكدح ويأخذ هذه، ثم يعتذرون ويعرض نفسه على هؤلاء فيمتنعون، ثم يأتيه من يعرض عليه زوجة صالحة خيرة دينة مبارك فيها مبارك في نسلها وذريتها. فأحسن الظن بالله، وإياك أن تعجز. أخي في الله، أمور الدنيا سهلة، الأهم أمور الآخرة، أما أمور الدنيا كلها سهلة. وفي الدعاء المأثور: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. إذا بحثت عن الوظيفة ولم تجدها، إذا بحثت عن الزوجة ولم تجدها، إذا بحثت عن السيارة، عن الأمور الدنيا، لا تجعلها أكبر همك. ولا تقل ضاقت علي. بعضهم يقول والله ما أعرف كيف أصلي. لا تجعل هذا الهم غاية وهدفا وتصبح تدور حول هذا الهدف. بعض طلبة العلم ينتصب للعلم ويفتح الله عليه في العلم، وبعض الأخيار يفتح الله عليه في العبادة وفي الذكر وفي الشكر، فيبتليه الله بحاجة دنيوية فيقيم الدنيا ويقعدها من أجل هذه الحاجة الدنيوية. وهذا من كيد الشيطان بالإنسان. فليحذر المؤمن الموفق. ضع الآخرة أكبر همك وغاية رغبتك وسؤلك. ليس معنى هذا أن نترك مصالح الدنيا. نحن نقول لا تجعلها أكبر الهم، لأن إبليس يتلاعب بالإنسان، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يفقد خشوع صلاته وحضور قلبه ويتشتت ذهنه من أجل حطام الدنيا أو من أجل مصالح الدنيا. إياك ثم إياك. إذا بذلت السبب وتعبت وعانيت فأحسن الظن بربك، لأن الله له حكم عظيمة في خلقه. من الناس من سهل الله عليه الدنيا فحمدها وشكرها وأحسن فيها وأطاع ربه واتقى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنهم من نكد الله عليه الدنيا فجعل نكدها راحة له في دينه وسعادة له في طاعته واستقامته. قل أن تجد بلاء يأتيك في الدنيا فتحتسبه إلا جعل الله لك به خير الدين والدنيا والآخرة. احتسب، لكن إياك أن تجعل للشيطان عليك سبيل. ذهب يبحث عن الزوجة فيبدأ الشيطان يمكر به ويقول له، يصبح يقول أنا أخاف الفتن، أخاف أن أفتن في ديني. نعم، لا شك أن الإنسان يخاف الفتن، لكن أخي لا تسيء الظن بالله عز وجل. أنت بحثت وبذلت السبب ولم أتغالب القدر؟ ما لك في هذه الحالة إلا الصبر. إذا وجدت الشيء من أمور الدنيا يعجزك، إياك أن يتلاعب بك الشيطان. البعض يجلس مثلا يبحث عن زوجة شهرا، ومن يجلس سنة يقيم الدنيا ويقعدها والشيطان يعبث به. فيأتي الشيطان فقيه، لكن فقيه في ماذا؟ في الشر لا في الخير. فيأتي ويقول له كيف تطلب العلم وأنت ترى الفتن والمحن وترى كذا وترى كذا، ويبدأ يهول له الأمور. والله إن صرفت قلبك إلى ربك صرف الخير إليك.
وإن اشتغلت بهذه الأمور وأعطيتها أكثر مما تستحق فأصبحت تقول ضاقت علي الأرض بما رحبت. ضاقت عليك الأرض بما رحبت عشان ما وجدت زوجة؟ أين أنت طول عمرك قبل ما تتزوج؟ لا أخي بالله، لا تضيق عليك الأرض بما رحبت إلا إذا ضاع عليك دينك. تضيق الأرض على ولي الله المؤمن بما رحبت إذا رأى محروما أو منكوبا أو مهموما أو مغموما ولم يجد شيئا يواسيه به. تضيق عليه الأرض بما رحبت إذا رأى الطاعات والباقيات الصالحات يشمر لها المؤمنون والمؤمنات ويتنافس فيها المتنافسون، فيبكي بكاء الحزن والشجا والألم على فوات سعة الآخرة. هنا تضيق الأرض بما رحبت. الآخرة يجعلها أكبر همك ومبلغ علمك. تضيق عليك الأرض بما رحبت إذا فاتك شيء يقربك إلى الله. أما الدنيا وهمومها وغمومها وأكدارها وأشجانها وأحزانها فهي أحقر من أن تشغل ذهنك أو تصرفك عن ربك أو تفتنك في طاعتك وفي علمك وفي عملك. إياك أن يخدعك الشيطان، بل عليك أن تكون قوي الشكيمة صادق العزيمة محسن الظن بالله. أخي في الله، أصدق مع الله فإن الله يصدق. وهذه قاعدة عامة. أسعد الناس في الدنيا من إذا بذل الأسباب لم يخب ظنه في رب الأرباب. كن مطمئنا بالله إن الله يحب المؤمن القوي. ومن قوة الإيمان أن المؤمن لا تنكسر عزيمته في أمر الدنيا أبدا. تكون عزيمتك صادقة وظنك بالله حسن. يجري في قلب العبد أنه يحب ربه وأنه واثق بالله. ولربما سمع في ذكر أو مجلس ذكر أو جمعة أو خطبة حسن الظن بالله، فأحب أن يكون محسن الظن بالله، فيسلط الله عليه بلاء يختبر فيه بحسن الظن بالله. فيبحث عن وظيفة فتؤخر عنه، يبحث عن ترقية فتؤخر عنه، يطلب أبواب الرزق فتقفل في وجهه، يبحث عن أسباب فتتعسر عليه، لكي يختبر فيما جرى في قلبه أنه يحسن الظن بالله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه كلها امتحانات. ومن عاش في الدنيا يحس أنه يتقلب من امتحان لامتحان ومن بلاء إلى بلاء، عرف طريقه إلى الله جل جلاله ووفقه وسدده. فكن على علم وبصيرة تحفظ وتسدد وتعان. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، وافتح علينا أبواب فضلك يا خير الفاتحين. اللهم افتح علينا أبواب الفضل في الدنيا والدين، وارزقنا محبتك ومرضاتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أراد الخير فوفقته وسددته وأعنته. اللهم لا تجعلنا ممن أراد الشر. اللهم لا تجعلنا ممن أراد شرا والتمسه. اللهم اصرفنا عن الشر وأهله وطرقه وأسبابه، ولا تجعل للشيطان علينا به سبيلا. اللهم عصمنا بعصمتك، اللهم عصمنا بعصمتك حتى نلقاك يوم نلقاك وأنت راض عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسألك الزهد في الدنيا على الوجه الذي يرضيك عنا، والطمع في الآخرة على الوجه الذي يقربنا منك ويوجب محبتنا لك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.